هل تعلم أن أقدم تواجد بشري في شمال إفريقيا والثاني الأقدم في العالم هو في الجزائر، حيث يعود تاريخه إلى 2,400,000 ألف سنة؟ نترككم مع الفيديو. كشفت حفرية أثرية لباحثين جزائريين وأجانب أن ثاني أقدم تواجد بشري في العالم هو بموقع عين بوشريط بمنطقة عين لحنش بولاية سطيف، حيث يعود تاريخه إلى 2,400,000 سنة. وتم الإعلان عنه رسميا أمس من خلال نشر مقال في المجلة العالمية الأمريكية سيانس. ما تم اكتشافه في عين بوشريط هو عبارة عن أدوات حجرية تمثل بداية التكنولوجيا وبداية الحضارة الإنسانية، وبالاشتراك مع بقايا حيوانية التي تم انقراض تماما المنطقية، وعبارة عن حيوانات من نوع السافانا، وأرخت ب2,400,000 سنة. وهذا تاريخ قديم جدا، ويعني يشير إلى أن كان فيه هنا في الجزائر وفي كل شمال إفريقيا بداية الحضارة الإنسانية. الأدوات الحجرية والمستحثات العظمية الحيوانية التي تم اكتشافها بموقع عين بوشريط تؤكد على أن هذا الموقع هو أقدم تواجد بشري في شمال إفريقيا وثاني أقدم تواجد بشري في العالم.